الترند الياباني للتشيز كيك، حبة الكوكيز الجديدة، وترند المتاي الحار. أنا حور، واليوم رح نجرب آخر هبات التيك توك، فحطوا لايك وخلونا نبدأ. أول شيء مرة وحشتوني، صار لي تقريبا شهرين أو أكثر من شهرين مو منزلة شيء، ومرة أعتذر منكم على التأخير، لكن الظروف أجبرتني. فاليوم راح نجرب آخر هبات التيك توك. أول شيء راح نجرب ترند الكوكيز الجديد. الفكرة من الترند هذا أن الكوكيز يتقدم دافي وينحط فوق سخان، يعني هبة شتوية. فصراحة كنت متحمسة أجربها، ومن زمان شاري أغراضها، وأخيرا حصلت الفرصة أني أسويه. راح أخذ نص كوب سكر أبيض ونص كوب سكر بني، وراح أضيف عليهم إصبعين زبدة، راح أخلطهم مع بعض كويس، وبعدين راح أضيف عليهم بيضتين وملعقة كبيرة فانيلا. أخلط المكونات هذه كويس، وبعدها راح أضيف كوبين ونص دقيق، وأخلط معاهم ملعقة نشا وملعقة بيكربونات الصوديوم. نخلط المكونات الجافة مع بعض، وبعدين ننزلها فوق الخليط اللي سويناه بالتدريج إلين تكون معانا عجينة الكوكيز جاهزة. بعدها راح أضيف كوب شوكولات. استخدموا أي شوكولات عندكم، استخدم شوكولات بلجيكي، وممكن تنقصون الشوكولات أو تزودونها حسب رغبتكم، بس حنا في النهاية راح نذوب شوكولات فوقه، فكوب واحد يكفي. بعد كذا كورتهم وحطيتهم في الصينية، ونحاول إنه نقربهم من بعض، وراح نتركهم بالثلاجة أقل شيء ساعتين. أنا صراحة تركتهم يوم كامل. اليوم الثاني طلعتهم وخبزتهم بالفرن، وهذا كان شكلهم النهائي بالضبط زي الترند. والحين الفكرة انه ناخذه بسكوب الايس كريم كذا، عندي هذا حق باسكن روبنز راح استخدمه، ونشيل السكوب ونحطها، وبعدين نقدمه مع شوكولات. اخذت شوكولات شيبس، راح اذوبها في حمام مائي الين تذوب تماما زي كذا. وبعد كذا نغرق الكوكيز بالشوكولات. آخر شيء عشان يكمل الترند راح نضيف فيوتين. فهذه المرة ما فوت أي شيء من المكونات، حاولت أني أجيبها كلها وأجهزها عشان ما أقول لكم لو حطيت ولو ما حطيت، عشان نقيمه بالضبط زي ما هو. طبعا الشكل مرة مشهي، فخلونا نجرب ونقيم. هذا الترند اللي يرضي الهرمونات حرفيا، الكل عجبه، الكل، الصغير الكبير، الرجال اللي بالبيت والنسوان، الكل عجبه صراحة. وبالنسبة لي كان مرة حلو، ونقدر نتحكم في كمية الشوكولات اللي نصبها من فوق، وحتى لو ما حطينا شوكولات مرة لذيذ. لكن اللي يحبون الكوكيز يكون كريسبي ما راح يعجبهم، لأنه فكرة الكوكيز إنه يظل دافي فيكون رطب ويكون تشوي. ففئة اللي يحبون الكوكيز المقرمش ما يعجبهم، لكن بالنسبة لي يستاهل 10 من 10. الترند الياباني للتشيز كيك. تخيلوا انه اليابانيين طلعوا هبة جديدة للتشيز كيك، وهي عبارة عن زبادي يوناني وبسكوت لوتس فقط، مكونين فقط. يعني انا قلت معقولة هذول المكونين خلوا الناس كذا في التيك توك تصير يعني مجنونة؟ الكل جرب هذا الترند. عاد بعد كذا الأجانب بدعوا، صاروا يستبدلون الزبادي بالجبنة، ويعني يحوسون، تعرفون حركات الأمريكان. فحنا بنجرب الترند الأصلي اللي هو زبادي يوناني وبسكوت لوتس. راح أخذ علبتين زبادي وأفرغهم في هذه الحافظة، وبعد كذا راح أصف البسكوت. آخر شيء أغطيه وأتركه بالثلاجة يوم كامل. أنا صراحة نسيته بالثلاجة يومين، وبعد كذا طلعته، البسكوت ذاب تماما. لكن خلونا نجرب ونقيم. هو صراحة حلو لما تذوقيه مع بعض، مرة حلو، بس لما تطغى كمية الزبادي على البسكوت راح تحسين انك تاكلين زبادي بالبسكوت.
يعني ما أعرف كيف أشرح الطعم، لكن مو تشيز كيك، يعني شوية اليابانيين بالغوا، عشان كذا الناس شطحت وصارت تحط جبنة فيلادلفيا. بس يعني حلوة، فكرة حلوة عشان لو حابة حلا صحي، مع انه البسكوت فيه كمية كبيرة من السكر، بس يظل افضل من التشيز كيك العادي. راح اعطي الترند هذا 8/10. واخر ترند معانا لليوم ترند المتاي الحار. هذا ترند قديم شوي، لكن كان في خاطري وجبت المتاي اخيرا، وفرته وقلت خليني اجرب هذا الترند. الفكرة بكل بساطة اني راح اخذ زبادي وراح احط فوقه متاي حار، وبعدين راح اصب عليه لبن وشطة، ونجرب ونقيم. بصراحة مرة حلو، خصوصا انه هو كذا فريش، تسوون الترند وتاكلون على طول، مرة لذيذ. لكن لو تركتوه كذا 5 دقائق راح يبدأ المتاي يصير متشرب، فما راح يكون حلو ابدا. وهو فريش اكيد 10/10، مرة حبيته، بس لا تتركوه يطول في الزبادي. وبس هذه هي ترندات التيك توك اللي حبيت اجربها اليوم، ومرة وحشتوني، اسفة على التأخير. اكتبوا لي في التعليقات وش اكثر ترند متحمسين تجربونه أو جربتوه، وكمان اكتبوا لي أفكار جديدة المقاطع نسويها مع بعض، يعني أبغى أفكار شاطحة ونكون نتشارك مع بعض، يعني تعطوني أفكاركم أو وصفاتكم ونجربها زي أول لما كنا نجرب وصفات المشتركين. وبس حطوا لايك، لا تنسوا تشتركوا في القناة وما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس. أحبكم، أشوفكم بالفيديو الجاي على خير، مع السلامة.